السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح يا جماعة في خاصية في الراوتر ان الراوتر بسببها بيعمل ديفولت لليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمة بتوعك لو انت مركب راوتر مش بتاع الخط بتاعك، يعني راوتر شريك مستعمل او شريك من اي مكان تاني. المهم ان الراوتر ده بيبقى طالع من الشركة واشتغل على يوزر نيم وباسورد قبل كده. فانت بتعمل ايه؟ انت مثلا عشان الشركة ما عادتش بتنزل الراوتر قسط، فانت بتضطر ان انت تروح تشتري راوتر عشان سعر الراوتر في الشركه غالي. فاحنا بنعمل ايه بقى في الخاصيه ديت؟ الخاصيه ديت عباره عن اكسس كنترول للسيستم بتاع الشركه، ان هو بيقدر يخش يعمل تحديثات من خلال الراوتر بتاعك، فبالتالي بيرجع اليوزر نيم والباسورد الديفولت للراوتر اللي هو طالع من الشركه بيهم. فاحنا بنعمل حاجه في الراوتر ان هو يمنع الاكسس كنترول بتاع السيستم بتاع الشركه، ان هو ما يمسحش اليوزر نيم والباسورد اللي انت حاططهم في الراوتر عشان تشغل بيهم الخدمه بتاعتك. هنعمل شرح على الراوتر اللي هو ZTE 168، وشرح على الراوتر اللي هو الهواوي 8045. الموديلين دولت بتوع شركه وي وبتوع اي شركه تانية، المهم ان السوفت وير من جوه زي بعضه، بس البادجات بتاعت الشركات بتختلف والباكجات هي اللي بتختلف، اما الاستخدام والاوبشنز بتاع الراوتر كله زي بعضه. فهنروح دلوقتي مع الشرح بتاع الخاصيه ديت، وان احنا نلغيها من الراوتر بحيث ان اليوزر نيم والباسورد بتوعنا ما يتمسحوش من المشكله دي. بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره ان الراوتر جايب معاك اشاره الواي فاي ومتصل في الموبايل بس مفيش نت. ليه؟ لان اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمه اللي انت بتاخد بيهم الانترنت من الشركه اتمسحوا ورجعوا لليوزر نيم والباسورد الديفولت اللي طالع بيهم الراوتر من الشركه، لانهم بتوع خط تاني فمش هيشتغلوا على الخط بتاعك. بس يعني هي دي نقطه بسيطه اسمها TR069. هو ده الاوبشنز بتاع السيستم بتاع الشركه، ان هو من خلاله بيقدر يعمل اكسس كنترول على الراوتر بتاعك. يلا بينا نروح نشوف الشرح ونتابع مع بعض الخطوات خطوه بخطوه، وان شاء الله هنعمل لكم فيديو تاني لراوتر لموديلات تانيه برضو. يلا بينا نروح مع بعض للشرح ونتابع الخطوات خطوه بخطوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في الشرح بتاع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبين لكم طريقة ازاي ان احنا نخلي الراوتر بتاعنا ما يمسحش الاعدادات بتاعته. بمعنى ان دلوقتي الشركات خلت الراوتر، في منهم اللي هي شركة وي خلت الراوتر ما ينزلش قسط تاني، فبتضطر انت بتشتريه. طبعا في ناس مش معاها تمن الراوتر، فبتضطر انها تشتري اي راوتر مستعمل وتشغله على الخط بتاعها. ففي خطوة كده السيرفرات بتاعت شركة وي بتعملها، ان هي بتعمل ديليت لليوزرات المنضافة للرواتر ديت. بمعنى ان الراوتر ده بيبقى طالع متكريت عليه يوزر نيم وباسورد من الشركة، فانت ما ينفعش تشغل عليه يوزر نيم وباسورد بتوع خط تانيين، فبيعمل لهم ديليت وبيعمل الباسورد التانيين بيرجعهم، يعمل لهم ريسيت كده وبيرجعهم الافتراضيين بتوع الراوتر بتاعك. فاحنا هنعمل خطوة هي يعني بتمنع ان السيستم ما يعملش الابديت ده للراوتر بتاعك في الاعدادات اللي انت عاملها على الخط اللي انت مركبه عليه. هنيجي معانا نكتب 192.168.1.1. شرحنا النهارده على الراوتر اللي هو 630 فيرجن 2. هنا هنكتب ادمن وبعدين ادمن. كل اللي هنعمله هنخش على انترنت، وبعدين هنخش على الانترنت TR069 ونشيل علامة الايه الTR دي اللي بتمنع ان السيستم بتاع وي ما يعملش ابديت ويمسح اليوزر نيم والباسورد بتوع الخط بتوعك. في الموديل ده هنعملها مرتين، مرة هنا ومرة في اللي هي الخانة اللي هي TR069 انترنت بتاعت VDSL. برضو هنشيل TR069 هنمسحها، مش هنخلي غير علامة الانترنت بس ونسيف وكده. خلاص كده اليوزر نيم والباسورد بتوعك اللي انت حاططهم للراوتر هيفضلوا موجودين ومش هيعمل لهم ديليت ابدا مهما حصل. وبكده النهارده قدرنا ان احنا نبين لكم الشرح بتاع الغاء خاصيه TR069 اللي هي من خلالها سيستم الشركه بيعمل اكسس كنترول على الراوتر ويرجع اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمه للوضع الافتراضي بتاعهم. وما تنسوناش بقى من الدعم بتاعكم والتشجيع بتاعكم، واحنا بنعمل كده عشان خاطركم. ويا ريت كل واحد فيكم يفعل زر الجرس ويعمل سبسكرايب للقناه ويشير الفيديو على اوسع نطاق وعلى السوشيال ميديا كلها، ويعمل انضمام للجروب بتاعنا على الفيس. وشوف اي حد من زملاتك او اصدقائك نفسك تكون ان هو يعرف الحاجات ديت عن الراوتر ويعرف يغير اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمه
وباسورد الواي فاي بتاعه عن طريق نفسه، ما يروحش لحد تاني، فخليه ينضم للقناة بتاعتنا وللجروب بتاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.